الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إخوتي عباد الله. الحقيقة النهاردة أنا عايز أتكلم بلغة عامية، لغتنا الأصلية اللي هي لغة الشعب المصري الطبيعية. مش عايز أعقد الأمور وأتكلم باللسان الكتاب والقلم، لأن المسائل دايما إحنا عايزين نقوله إن إحنا لما بنتكلم على القناة بنتكلم في أمور علمية. لازم يكون اللسان فيها لسان بينطق باللغة واللهجة الصحيحة. والحمد لله رب العالمين إن درست كتير علم اللغة والألفاظ والبيان، وبنقدر إن احنا نتكلم باللغة دي. لكن اللغة الطبيعية العامية حلوة برضو، جميلة، بتوصل للقلوب وبتتفهم من كل مكان، خصوصا لغة أهل مصر الجميلة. الحقيقة حبايبي النهاردة أنا عايز أتكلم معاكم إن أنا قاعد من أول امبارح بعد ما خلصت، سجلت جزئية نقد العلماء آخر الزمن اللي احنا فيه ده. فقاعد محتار أكلمكم في إيه وأتكلم معاكم في إيه. حقيقة في أمور معروضة كتير، ممكن نتكلم في التاريخ، لأن التاريخ الإنساني اللي موجود حتى في كتب المدارس والمناهج، حتى في كتب الآثاريين وعلم المصريات، كله محرف عبر العصور عن طريق مدارس دجالية في القرون والزمان. فتن وضعها الدجال في تجسداته عبر القرون وعبر العصور كانت طويلة الأمد. ومعظم العلوم اللي احنا بندرسها النهاردة في التاريخ بالذات، سواء التاريخ الإنساني أو التاريخ المصري القديم أو تاريخ الحضارات، تاريخ المايا أو تاريخ الهندي أو التاريخ الصيني أو الياباني، حتى لو قلنا البلجيكي الكوري، كل دي شعوب على الأرض عندها تراث تاريخي للأسف مسيطر عليه كله ضمن منظومة الدجال اللي سيطرت على العالم والمناهج العالمية عبر القرون، وليها في كل مكان في الأرض أذرع مسيطرة، خصوصا على الأيديولوجيات الفكرية والتوجهات العلمية. مسيطرين على إيه اللي يتعلموا الشعوب وإيه اللي ما يتعلموهوش. ودي كانت أكبر فتنة حصلت على مستوى الفكر الإنساني، سيطروا بيها على وعي كل الشعوب، حتى إن الإنسان بيبقى عايز شيء ولكنه بالفعل بهذه المعارف والمعالم اللي تعلمها من التاريخ بيعمل شيء تاني. والأسوأ من كده تزييف التاريخ الإسلامي وتاريخ الأنبياء، وأين نزلوا وأين كانوا وأين كانت مدنهم وبلادهم ودعوتهم كلها، وخصوصا أنبياء القرآن محرف. لأن مصادر كتب التفاسير بتاعتنا هي مصادر مسمومة. أولا بتلاقيهم بيفسروا التاريخ والآيات بما ذكر في الإسرائيليات، وهذا منكر أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان فيها خير ما كانش ربنا نزل كتاب غيرها. إزاي نسيطر على كتاب الله في تفسيره وهو المهيمن بكتب أصلا قال عليها الكتاب، يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فازاي احنا ناخد الكتاب ده؟ وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف عمر بن الخطاب ماسك مخطوط من مخطوطات
الرهبان بيقرأ فيه، وسألوا ايه ده يا عمر اللي في ايديك؟ قال له يا رسول الله علما من علوم القوم نستزيد به. فاحمر وجه النبي وغضب صلى الله عليه وسلم، وقال القولته المشهورة: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وأنا بين أيديكم وقد جئتكم بالكتاب غضا طريا. فده مذموم ان احنا نفسر. ولذلك للأسف تلاقي معظم كتب المسلمين اليوم متأثرة، ويقول لك التفسير ده قريته في كتاب الطبري، ابن جرير الطبري، او قريته في كتاب ابن كثير. عموم أمهات الكتب الإسلامية التي تألف منها كتب التفسير كتب مسمومة، اعتمدت على مصدرين أساسيين في السير، اللي هم كتاب ابن هشام وكتاب ابن إسحاق التاريخ الكبير. ودول كانوا أول من كتبوا في السيرة والتاريخ. ثم جميع الكتب اللي هي بقى دون ذلك وبعد ذلك مستسقاة من هذه الكتب. ولو رحنا ندور على رأي رجال أهل الزمان في هذه الشخصيات، تراهم يقولون إن مثلا واحد زي أول من كتب في التاريخ عندنا كان اسمه ابن إسحاق. فكان مقولة ورأي علماؤنا فيهم، الكلام ده نقراه في كتب علم الجرح والتعديل كلها، إنه كان يأتي بالأعاجيب والأكاذيب. فإذا كان هذا رأي أهل الزمان فيه، فكيف نأخذ منه كتاب؟ ثم ابن إسحاق ده أصله مسيحي، أصله مسلم، أصله يهودي، أصله كافر. ده هو أصلا إحنا مش عارف، معظم تراثنا أخدناه من كتب مسمومة. كذلك لو رحنا نظرنا في كتب ابن هشام كتاب ابن هشام الكام 70 مجلد ده كله واخده من كتاب ابن إسحاق. هو ابن هشام ما جابش أي حاجة من عنده، جاب كتاب ابن إسحاق ونقحه واختصر فيه وزاد فيه وحذف، ما عملش حاجة من عنده. فإذا كل مصدرنا التاريخي من كتاب ابن إسحاق أو من كتاب الإسرائيليات. ثم إن احنا كنا حتى بنقرأ في هذا الزمن ولا نقرأ مقدمة المؤلف للكتاب. يعني احنا لما بنيجي نقرأ بنجيب الآية اللي فيها الحكاية، هروح اقرأ الكتاب ده مين اللي مؤلفه، كاتب ايه في مؤلفه. لأن في مادة كنا بندرسها في كلية الدعوة والدراسات الإسلامية، إذا كنتوا بتدرسوها، اسمها مناهج مفسرين، مناهج فقهاء. لأن الكل فقيه وكل مؤلف وكل مفسر بيفسر كتاب ربنا لازم بيكتب مقدمة كتابه، بيقول أنا يا جماعة هفسر القرآن ده على أساس إيه. فبيقول أنا هجيب الآية، وبعد كده هجيب أسباب نزولها، وبعد كده هجيب ما روي من الصحابة عنها سلفا. ويقف واحد تاني يقول لك لا، أنا هجيب اللي أنت قلته ده وهجيب ما قيل عن هذا الحدث في كتب أهل الكتاب والسير. واحد تالت بيقول لك لا، أنا كمان هزيد على اللي أنت قلته ده ما ذكر من الأساطير. بيكتبوا ده في المقدمة. واحد تاني بيقول لا، أنا الكتاب بتاعي هفسره على أساس علوم اللغة وأسباب النزول وحديث النبي وفقط. هكذا في مادة اسمها مادة مناهج مفسرين. فأنا ما ينفعش أقرأ أي كتاب لأي مفسر بدون ما أكون عارف إيه المنهج بتاعه، وإلا يبقى أنا يعني داخل حارة مش عارف عفارتها. دي مشكلة كبيرة. اللي يخش حارة يخشها بأهلها ويكون عارف إيه اللي فيها. فلا بد من قراءة منهج المؤلف قبل أن نقرأ كتابه. وكل الناس بتكتب زي ما كل الناس بتتكلم، وبنعتبر كل الآراء دون صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن من قبله آراء يؤخذ منها ويرد، إلا قول الحبيب المصطفى والقرآن يؤخذ لا يرد. فهكذا احنا كمسلمين مكلفين ان احنا نعيد النظر. ليه نعيد النظر؟
لأن كتب التفسير حتى في تفسير كتاب الله، لأن كتاب الله هو اللي فيه كل حاجة، فيه كل شيء إن كنتم تعلمون، والحمد لله قد من الله علينا بعلم كتابه. ولكن عايزين نتكلم بلدي بالبلدي كده يا جماعة. في طرق كتير قوي في التفسير، في التفسير اللغوي، والتفسير قرآن بقرآن، وتفسير قرآن بمأثور، وتفسير قرآن بكتاب. فلا بد أن نكون نقرأ مناهج المفسر، سواء لابن كثير أو البغوي أو البيضاوي أو الشوكاني أو الحدثاء من كتب الجلالين والمفسرين كلهم، حتى اللي هم بتوع الجماعات المتطرفة اللي هم ألفوا الكتب لأغراض سياسية مدسوسة، زي كتاب الظلال اللي تألف في القرن الأخير، فغير كثيرا من مفاهيم القرآن في مجرد إنسان بغاية يعني مدسوسة مسمومة يراها أهل العلم والاستنباط. ألف في كتاب الله كتاب سماه التفسير وسماه الظلال في تفسير القرآن، وتقرأ تلاقيه بيحكي قصص جميلة وحلوة وأسلوبه منسق لأنه ده مش هو ده اللي مألفه، ده كتاب أخرج في مدرسة كاملة وعرض على هذا الرجل الاشتراك فيه ثم قدم باسمه، لأنه ده لا يتأتى لمثل هذا الرجل، لأن في مكر، مش مكر واحد، ده مكر مؤسسي في الكتاب ده. ثم ان حتى لو رحنا للأسف نبص في كتب الروايات الحديث، نلاقي ان كل علماء الحديث دول كلهم كانوا مش عرب. ليه طيب؟ كلهم تلاقيه كان عايش في بخارى، كان عايش في خراسان، كان عايش في أزرستان، كان عايش في هندوستان، كان عايش في باكستان. طب ليه وما كانش في حد عايش في ليه كلهم ابن كثير وابن ماجه ابن البخاري ومسلم، ما كل السبعة كلهم، ستة منهم من بلاد فارس، والسابع اللي هو الإمام أحمد كان تلميذ لواحد منهم. فإذا احنا عندنا مشكلة كبيرة. هو العرب ما كانوش بيعرفوا يكتبوا عربي فجابوا الفرس هم اللي ألفوا لنا، ولا كان في كتب عربية اتدمرت وجابوا لنا كتب مش بتاعتنا؟ طب امتى اتدمرت؟ ده على مر العصور، لو انت خبير وبتقرا في التاريخ هتلاقي كل حملة وكل احتلال دخلت بلد عربي استهدفت العلماء وحفظت القرآن بالقتل، واستهدفت الكتب والمكتبات والمخطوطات بالحرق، واستهدفت الآثار بالتدمير. طب ليه كان بيحصل الكلام ده؟ وليه طلعنا من 50 سنة لقينا ان كل جيل مثلا زي عندنا في مصر كل الجيل ما بيعرفش يقرا ويكتب؟ جيل ابائنا واجدادنا، ليه كان الجيل ده كله ما بيعرفش يقرا ويكتب؟ هما ما كانوش عرب؟ لا كانوا عرب. طب ما كانوش بيعرفوا يقروا ويكتب ليه؟ ان كان مسيطر عليهم، كان مستهدف اعمائهم وتجهيلهم وعدم توفير اسباب العلم ليهم. ولكن هم كانوا على دين وتقوى أكتر مننا، لذلك كان ربنا مبارك لهم أكتر مننا. احنا أصبحنا في زمن العلم فيه سهل وميسر، لكن كلنا أصبح يعي ما لا يفهم. يعني كلنا بقينا عاملين شبه الكمبيوتر اللي حافظ مش فاهم، حافظ مش فاهم، حافظ مش فاهم. فتلاقي ان هو مثلا لو قلت له معنى بسم الله، لو جمعت شيوخ أئمة الإسلام النهاردة وملاليهم في كل بقاع الأرض، أقسم بالله العظيم تفسيرهم لبسم الله الرحمن الرحيم خطأ، ابتداء من كلمة بسم غلط، تفسيرهم للحمد لله رب العالمين غلط. وربنا يا رب يمن علينا بوقت ان احنا هنحاول نفسر لكم بعض مفاتيح في القرآن، لعل الله ان يفتح علينا وعليكم بإعادة النظر في فهم كتاب الله تبارك وتعالى، واسلوب التدبر في كتاب الله، الاسلوب الصحيح اللي يوصلك فيه لفهم مراد الله بكلمات الله. طب إذن احنا عندنا مشاكل كتير. أنا لاقي نفسي النهاردة كمان عندنا مشاكل واقعية
أحداث الزمن، الوقت اللي احنا فيه، الفتن سواء الكونية أو الفتن البشرية من حروب وملاحم وما هو على أبواب بيوتنا، وكله مذكور عندنا في كتبنا، ولكنكم قوم لا تقرؤون. قالوا هكذا عنكم، قالوا أن العرب قوم لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفقهون، وإذا فقهوا لا يعملون، وإذا عملوا لا يصبرون. فهنت دي مشكلتنا. مشكلتنا الأكبر التانية إن احنا ضمن خطة ماسونية لدجال كلب عايش في الدنيا، ربنا مدد له في العمر عشان يفتن الناس فتنة لينظر أتصبرون. ولكن مشكلتنا النهاردة قاعدين مستنيين ويطلع لنا واحد أعور من عينه من النص ويقول لكم أنا ربنا وأمنوا بيا. الكلام مش كده خالص، فهمنا للدين غلط. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر من الدجال نفسه قدر ما حذر من فتنته، حتى أنه أوصى بها في كل صلاة أن ندعو أن يعيذنا الله منه. يعني نقول أعوذ بالله من الدجال؟ لا، ده النبي ما قال لناش كده. قال لنا إيه؟ قال لنا إن احنا نقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. واسمه المسيح بالحاء مش بالخاء، وهنبقى نشرح المسألة ليه بعد كده. وسيدنا المسيح عيسى ابن مريم كذلك اسمه المسيح بالحاء مش بالخاء، فلذلك هو ده مسيح وده مسيح. لكن سيدنا عيسى ابن مريم مسيح يمسح الباطل بالحق، والدجال مسيح يمسح الحق بالباطل. هو ده الفرق بين اللفظين، ولكن الاتنين مسيح. هنا عندنا مسائل ان احنا محتاجين يا جماعة نفهم، محتاجين نقعد، محتاجين نشوف الواقع اللي حوالينا ايه اللي بيحصل. في ناس لسه بتطلع بتقول لنا لسه بدري، بتدينا مسكنات، بتشرح لنا ديننا غلط، فاهمين تاريخ غلط، حافظين مش فاهمين، مش عارفين كتاب الله اوله ايه واخره ايه، لا يعرفوا طرقه ولا اساليبه ولا خصوصياته ولا ترجمة صحيحة لألفاظه. حتى اننا اصبحنا النهاردة مصابين في كل شيء من اركان الاسلام الخمسة. اركان الاسلام الخمسة موجودين في القرآن بشكل، واحنا بنعملهم بشكل. دول الاركان دول عبارة عن شعائر، مشاعر إسلامية، شعارات المسلمين التي يعلنون بها إسلامهم سواء لأنفسهم أو للناس أو لله تبارك وتعالى تقربا وحبا لله. ثم بقى تخش في باب العبادات بعد الشعائر، تخش في باب الأوامر والنواهي والأمور التي هكذا، فترى أن الأمر أمر وأضل سبيلا. حتى إن احنا عايز افاجئكم بمفاجآت ومصايب، مش عايز افتح على السابع دلوقتي، لكن للأسف كلنا النهاردة كمسلمين اهدى أمة في المسلمين وفرقة أمة أهل السنة ديت اللي بيلبسوا أبيض دول وبيقولوا بنتبع الدين والنبي، هي أمة تحيا على ضلالة، وليس فيه من يسلم لله فيهم إلا أن قلبه متعلق بالله، ولكن أضله من يسمون أنفسهم أهل العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤاخذنا بنياتنا في تقربنا إليه ولا يضيع أعمالنا، اللهم آمين. فهتلاقي نفسك يا أخي والله بتحج غلط، بتصلي غلط، بتصوم غلط، وده باب المناسك، وتلاقي نفسك في باب حاجات تانية كتير، أو بقى باب المعاملات والحقوق، في باب فقه الأسرة، وفقه التعامل مع الناس، فقه التعامل مع النفس، فقه التعامل مع الأهل، فقه التعامل مع العشيرة، فقه التعامل مع الله، وكيفية المعاملات والدين. المعاملات كلها مفصلة في كتاب الله، ولكننا اليوم أصبحنا لا يعني ما بيهمناش كتاب الله كتير قوي، لا نهتم به ولا بوصايا الكتاب وألفاظه، وده شيء مرير ومتعب
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الغشاوة من على أعيننا. فمسائلنا كتير، كمان في مسائل العلامات الكونية التي تكاد تكسر أبواب الزمان. يعني احنا دلوقتي على أبواب علامة الدخان مستنيينها امبارح، علامة عمود النار مستنيينه امبارح، علامة الزلزلة والهدة مستنيينها امبارح، من امبارح، مش بقول لكم من النهاردة، لأن أشراطهم موجودة كاملة متكاملة على الأرض. ودي أول العلامات اللي هتظهر الأيام اللي جاية على المستوى الكوني ومفهومة. يعني التكنيك بتاعها العلمي هيحصل ازاي؟ إذا كان في حضراتكم حد متابع بس قناة الطارق للأخ زايد، اللي هو بيشرح يعني تطورات اقتراب النجم الطارق وتأثيراته على الكواكب التي مر عليها، وتأثيراته على المجال المغناطيسي وعلى ميلان الأرض ومحور الأرض وعلى ارتحال الأقطاب المغناطيسية وانهيار حجاب الأرض المغناطيسي والحاجز المغناطيسي للأرض، وعلى حاجات كتير قوي، انخفاض سرعة الأرض أو زيادة سرعة دوران الأرض وانخفاض سرعة لب الأرض، أمور كتير قوي مقاسة، زيادة كمية الموجات الشمسية والموجات المغناطيسية، وزيادة المؤثرات والتأثيرات على ذلك نتيجة الشحن ونتيجة الخلل في حركة الأرض وكمية المجال المغناطيسي، سواء المؤثر الدافع أو المقاوم للأرض، فكله بينهار. احنا بقالنا بنتابع المسألة دي من 2010، يعني داخلين في 15 سنة، والناس ان هي يوم بيوم عارفين احنا النهاردة رانين شومان كام، عارفين ميلان محاور الارض فين، عارفين الارتحال القطبي المغناطيسي وصل النهاردة فين جغرافيا وبسرعة كام الشهر ده والشهر اللي فات كام، عارفين، ماشيين متابعين غير الناس النايمة. ربنا بيقول كده: أمن هو قانت آناء الليل قائما وساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فكنا احنا بنحذر الآخرة، ده شيء بيوصي بيه كتاب الله: احذروا الآخرة، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لا إله إلا الله. هذا أمر الله لكي نعرف آيات الله عندما تأتينا. إذا أتتنا آية نعرفها، لا نكون في هذه أعمى، فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وربنا بيقول للناس اللي هم في سقر، يعني بيقول لهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. والراجل اللي ربنا بيحشره أعمى بيقول له: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالآيات اللي ربنا بينزلها والعلامات اللي ربنا بينزلها لا يجب أن ننساها، لا يجب أن تأتي أمامنا. وكم من آية يمرون عليها وهم معرضون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فالقرآن بيتكلم كتير قوي في الأمور دي، فدي أمور لازم نحذر منها. عايزين نتعلم القرآن صح، عايزين نتعلم التاريخ صح، عايزين نتعلم حاجات كتير قوي أهم من إننا نتعلم المهدي نام النهاردة ولا صحي، ولا هو شكله إيه، ولا رايح فين وجاي منين، صحابي مصر فين وجاي منين. ودي أمور أنا أقدر أكلمكم فيها أحسن من أي حد اتكلم فيها، وبالكتب اللي انتوا بتقروها نقروها لكم تاني وتلاقوا لها معاني محدش قالها. كتير قوي من أهل العلم المشكورين المهديين سبقونا بإظهار خبء العلامات، ولكن يعني كل منهم يؤخذ منه ويرد، وكلهم مشكورين شاكرين. نسأل الله أن يأجرنا وإياهم بأجر الصابرين الصالحين، وألا يضيع جهادهم وجهادنا.
ويجعلنا من أهل الحق بنياتنا سعيا مخلصا لله تبارك وتعالى. فدي أمور كتير قوي عايزين نتكلم فيها. فأنا بصراحة يا أخوانا لقيت نفسي محتار أتكلم في إيه. الناس عايزة تسمع حاجات وبتحب حاجة تجيب لي 5000 مشاهدة عشان بتكلم في كلمة أحوال المهدي، واجي أتكلم عن أكبر فتنة، عن شيوخ الزمن، عن اللي بيحصل واللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم، ألاقي فيديو جايب 200 مشاهدة، والناس مش عايزة تسمع غير إيه المهدي، إيه فتى مصر، إيه شاب مصر. أجلاء ننتظرهم، ويوم يريد الله تبارك وتعالى أن يظهرهم سيظهرهم بعز عزيز أو بذل ذليل، فما شاء الله لا رد له. فإحنا هنحب بعد كده يا جماعة مش هنركز قوي على موضوع الإمام المهدي، لكن هنعمل 4 أو 5 حلقات متناثرة خلال مسيرة الشهر اللي جاي، لكن هنركز في خلال الشهر الجاي إن شاء الله على أمور مهمة جدا، أهمها مش اللي احنا بنحب نسمع له واللي احنا بنحبوش نسمع له، أهمها اللي احنا محتاجين نعرفه. أولا عن كتاب الله، ثانيا عن بلاد الله. ما في بلاد بتاعت ربنا، مصر بلد زي مصر دي، هي دي كنانة الله، ذكرت في كتاب الله 4 مرات باسمها العلم، وذكرت أكتر من 50 مرة. وفي كل يعني حدث وفي كل حادثة تحدث في مصر، كل الأنبياء السابقين الذين ذكروا في القرآن 95% منهم أنبياء كانت دعوتهم ورسالتهم في مصر أو من مصر أو لجأوا إلى مصر ونصرة أهل مصر وجيش مصر. وهذا ما يثبته القرآن، ليس كما تقرؤون في السير والتواريخ. وهذا موجود في السير والتواريخ، لكن اللي انتم ما بتقرأوهاش وبترفضوها، دي مشكلة. عايزين نتعلم القرآن بيحكي لنا ازاي، ايه بلاد الله، ايه كنانة الله، ايه ارض الله المقدسة، ادخلوا الارض المقدسة، ايه البقعة المباركة، ايه الشجرة، فين سدرة، فين جنة المأوى، فين الوادي المقدس. كل ده مشروح في القرآن بإحداثياته بأماكنه، فين بيت الله الحرام، فين كذا فين كذا فين كذا. في أمور يا جماعة ما مش عايزين نفتحوها دلوقتي، يعني هنفتح علينا أبواب جهنم، ولكن عايزكم تدعمونا وتنشروا القناة دي وتهتموا بيها جدا. صدقوني كلنا بإذن الله ربنا هينصرنا وهنوصل، لكن محتاجين صبر، محتاجين نثق في بعضينا ونثق في كتاب الله ونثق في كلام الله الحق، وما نجريش ورا يعني اللي احنا بنحبه واللي احنا بنحبهوش. نستمع لكل كلمة هتتقال، لأن هنتكلم في التاريخ، هنتكلم في السيرة، هنتكلم في المناسك، هنتكلم في الفقه، هنتكلم في اللغة، هنتكلم في أمور. يعني احنا مش جايين نروي شغل موالد، واحكي لكم قصص عن الإمام المهدي، واحكي لكم قصص عن الإمام المهدي موصوف في كتاب الله، موجود على فكرة في كتاب الله كتير، مش حاجة شوية، مش في آية ومش في 2 ومش في 10، كتير. الإمام المهدي موجود البلد اللي هينشأ فيها، ومش هنفصل كتير، هي مصر. هينشأ في مصر ويخرج من مصر وتكون بيعته الأولى في مصر ويستلم حكم مصر، وهو اللي لازم يجي يستلم النهاردة من السيسي. محدش هيجي يستلم من السيسي، ومحدش هيجي بعد السيسي غير الإمام المهدي في مصر، اللي هنقوله عليه ابتداء إن ده صحابي مصر الممهد للمهدي، اللي هيعرفنا المهدي هيطلع إمتى وهيجي فين، ثم
نرى في النهاية أنه هو الإمام، لأن لو تتبعنا المكتوب في القصص والسير عنه هنلاقي أن هم صحابي مصر يفتح الله على يديه القدس، ويفتح الله على يديه كذا، ويكون صحابي مصر على رأس الجيوش. وثم بنلاقي ان كتير قوي من اقوال الامام علي واقوال سيدنا النبي واقوال ابن عربي والاجلاء من الذين صدقوا من السابقين بنلاقيها بتدل ان هما الشخصيتين واحد، وقد جعلها ربي حقا. فالمسائل بقى احنا مش هنقعد نفاصل بلده فين وخالته هيطلع منين، طب هو لا اللي في اليمن، لا اللي في السودان، لا انت بتقول كده عشان انت من مصر وانت مصري وانت بتقول انك انت بتشاور انك انت المهدي. انما هو طب وان انا لو شاورت ان انا المهدي حتى يعني هتقولوا لي الف مبروك يا عم المهدي؟ المسألة مش كده يا جماعة، مسألة مش كده ابدا. مسألة دين وعلم وتقوى وإيمان، مسألة يعني يخشون ربهم بالغيب. فأنا قلت لكم كل كلمة بصدق. حقيقة أنا مش المهدي. المهدي العلم اللي عندي ولد في سنة 73 قطعا وحتمي، وممكن نقوله الكلام ده بتفاصيله هنبهركم، وأنا مولود بعدها بسنين. المهدي اسمه معلوم، ليس اسمي ولا اسم أبي ولا اسم أهلي. المهدي من آل البيت بالضرورة، ومشهور عنه ذلك. وأنا معلش يعني إنسان عادي، فأنا ما بشيرش لنفسي في أي شيء، لكن نعلم أننا بفضل الله من أعلم أهل الأرض، ونقول من ولسنا نقول أعلم، نقول من أعلم أهل الأرض وأكثرهم اليوم تتبعا لآثار وعلوم هذا الرجل، كما تتبعنا آثار وعلوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أننا نعرف ألفاظه ما كان يقوله وما لم يقل بدون أن ننظر لسند، لأننا نعرف اليوم ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتعود التلفظ بها وما لا يقوله، وكيفية تنظيمه لكلماته أعربناها وصرفناها وعرفنا ما هي لغة الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعلمنا نقد المتون، تعلمنا علوم الحديث كلها، وذلك كله بفضل الله تبارك وتعالى. المسألة أخوانا إن أنا محتاج منكم دعم، ومحتاجكم تعلقوا وتقولوا لي ايه اهم الموضوعات النهاردة اللي هنركز فيها في خلال الشهر اللي احنا فيه ده، لان ده ان شاء الله حسابيا وحسب حساباتنا احنا اللي احنا بنظن في نفسينا ان ربنا سبحانه وتعالى علمنا بداية اليوم الثاني في ملحمة هرمجدون. وده عام هيكون عام يعني ملاحم، سواء على المستوى البشري وحروب رهيبة، وهيكون في بشائر عام الجوع، هيكون في زلازل رهيبة، هيكون في أعاصير لم ترى من قبل، هيكون في فيضانات وسيول وخسوف، وهيكون في يعني آيات من السماء والأرض. بدأ هذا العام ابتداء من اليوم 8 أكتوبر 2024. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا ويسلم أهلنا، ويجعل لنا من لدنه ساعة نعود إليه فيها قبل أن تظهر آيات يغلق عندها باب التوبة. فيوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. والحقيقة إن في حاجات كتير أوي إحنا فاهمينها عن علامات الساعة وأشراطها خطأ، إن هي علامات يوم القيامة، وإحنا ما عندناش في يوم القيامة علامات، لأن يوم القيامة ده هيقوم على أموات، هيقوم بعد نفخ الصور، وبعد إن ربنا ما يورث الأرض ويطوي الأرض كطي السجل للكتاب، هيقوم بعدها بزمن، هيقوم بعد موت الإنس والجن والملائكة كلهم،
ويبقى الملك لله ينادي في السماوات والأرض لمن الملك اليوم. وبعدها يشاء الله حين يشاء أن تقوم القيامة فينفخ في الصور نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا يوم القيامة ملوش علامة. علامات اللي احنا بنقراها دايما في كتبنا وفي المصاحف وفي الأحاديث اسمها علامات الساعة. وكلمة الساعة معناها علامات أحداث معينة. ساعة الإنسان يوم موته، وساعة الملك يوم انتهاء ملكه، وساعة الحرب يوم قيامها، فهكذا. فساعات العلامات يعلمها الله، لكل نبأ مستقر. فالساعة ساعة أنباء، أي نبأ لكل ساعة أشراط، ولكل علامة أشراط، ولكل نبأ أشراط. ويوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تلك العلامات ستظهر إن شاء الله في هذا العام. فنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يلهم أهل الإسلام كلهم التوبة قبل أن يأتي هذا اليوم، لأن هذا اليوم سيأتي بظلة عذاب تستمر فترة. من مات فيها سيموت على ما هو عليه قبلها، ومن نجا فله أن يسلم بعدها إن أراد الله تبارك وتعالى نجاته. وكذلك سنة الله، فلم يكن ينفع السابقين إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. هي كده، مسألة كده يا إخوانا. عايزين نفهم، عايزين نقرأ، أنا مش عايز أبقى بلوجر، مش عايز أبقى حد يعني يجيب شو ومنظر وفلوس والكلام ده. الحمد لله رب العالمين، ربنا غنينا عن العالمين. احنا مش عاملين القناة بهدف مادي ولا بهدف شيء، بالعكس عارفين ان القناة دي ممكن على المستوى الشخصي تجيب لنا كتير قوي 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 امور مش عاملين حسابها، ويكون فيها قتل، ويكون فيها يعني محاكمات، ويكون فيها اشياء كتير. ولكن قلنا ان كان قول الحق لله فهي لله، ونحن لله ومن الله وعلى الله وإلى الله المصير. فالمسألة عايزين بس يا اخوانا دعم، وعايزين منكم مشورة. محتاجين نتكلم في ايه بالتحديد، محتاجين نعرف ايه بالتحديد، وبناء على طلبكم ان شاء الله هنبدأ نعمل الفيديوهات في الحلقات الجاية. وكل كلمة انا قلتها دلوقتي في المحادثة اللي انا فاتح فيها قلبي ليكوا دي، ممكن لأي إنسان يتجاهل علينا ويقول إن إحنا مش فاهمين، وهو اللي هو عنده قفة كتب في دماغه هو اللي فاهم. هو حافظ أصلا مش فاهم. لكن لو عندك مكتبة درستها في دماغك، تأكد إن إحنا درسناها وعرفنا اللي فيها صح واللي فيها غلط. أنت درستها وحفظتها بغلطها وصحها. فرجاء رفقا بنفسك ورفقا بدينك. وانا مش بعلق برد على حد في الردود عشان حد يرد عليا يعني برد سيء. انتظر، يعني لا تبدي السوء، وانتظر لعل الله يجعل ما نقول نحن هو الحق. فده مسألة للإخوة المهاجمين اللي بيخشوا يتهجموا كتير. مسألة التانية والأخيرة، وآسف إنني أنا طولت عليكم، لكن هي مسألة الدعم. ما بقصدش دعم القناة لا مادي ولا معنوي، بقصد الدعم في نشر هذه القناة، لأنها بإذن الله فيها دعم إلهي رباني، فلعله يجعلكم أسبابا لذلك. فلا تحرم نفسك أجر نشر الدعوة وبلاغ ما في هذه الرسائل، لأن من هذا الباب سيأتينا خير كثير بإذن الله. فنحن علمنا الله من علمه ومن فضله ومن نوره كثيرا، نخشى أن يأخذنا أننا كتمنا. فربنا لا تجعلنا من الذين يتعلمون عليك إذا ما دعانا رسول الجهاد ليوم الفداء، وسالت عني ليوما نبالا لنهدي لمصر العلا والرخاء. رسمنا على
وشعبا أصيلا